أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهد للأبراج. أهلا بك يا امرأة برج القوس. النهاردة هنتكلم عن الفترة من يوم 19 حتى يوم 25 نوفمبر لعام 2023. الفترة دي أحلى فترة ممكن تكون لامرأة برج القوس، لأن هيكون عندها بالفعل صبر وثبات واتزان عاطفي. كمان هيكون عندها حكمة ومصابرة وشفافية. هتكون بالفعل رقيقة المشاعر، فياضة الأنوثة، حكيمة في تصرفاتها، ولكن لا تخفي عواطفها أو مشاعرها نحو من تحب. يعني بالرغم الحكمة اللي انت فيها امرأة برج القوس في الفترة دي، لكن لا تستطيع إخفاء عواطفك أو مشاعرك نحو من تحبيه. فهناك معجزة القدر تجمعكم تاني أنت والحبيب، وهيكون تغير كامل لشكل حياتك وحياته، لأنه هو بالفعل هيموت ويرجع لك. الفترة اللي فاتت كنت بتمر عاطفيا بمرحلة من القلق والاضطرابات، ولكن آن الأوان أمامك لكي تحولي ترطيب هذه الأجواء. فالدبلوماسية والوعي والحكمة يمكنك تخطي هذه المرحلة التي مريت بها، فاستفيدي من مواهبك في هذه الفترة. هيكون عندك أيضا لقاءات جديدة ومثيرة، وكوني صبورة مع رفيق العمر. أيضا هتلاحظي صعوبات صغيرة مع شخص أصغر منك سنا، ممكن يكون في العمل، ممكن يكون حد من العائلة، ولكن مع صبرك وحكمتك واتزانك العاطفي هتخلي المواضيع تسير، وهتعدي المواضيع بسلام مع هذا الشخص. امرأة برج القوس هتكون أيضا في الفترة دي كثيرة الكلام والإقناع، ولكن هتكوني أيضا سعيدة الطالع والحظ غالبا، وهتكون أيضا تمتاز بجاذبية رائعة، لأنك في الحقيقة إذا كنت زوجة فهتكوني زوجة محبة وأم حنون، وأيضا هتكوني مدبرة وربة بيت فاضلة. امرأة برج القوس كمان يعني هيكون عنديكي الرغبة القوية في الشياكة والأناقة واللبس وشراء الأشياء الجديدة، فهتكوني بالفعل جميلة وذكية، وتكون طبيعتك جذابة وعاطفية. امرأة برج القوس سيأتيك رغبة في التمتع بكماليات الحياة، ولكن حاول أنك تلجمي هذه الرغبة، لأنها قد تلحق بك ضرر إذا زادت المصاريف. وهتكون عندك أيضا قصة حب أو خطبة أو كتب كتاب في المحيط العائلي. كمان ينصحك القدر بأنك لا ترهق نفسك كثيرا في العمل في هذه الفترة التي تمر بها بالحب مع الحبيب. هيكون عندك مفاجأة سارة غير متوقعة في محيط الأسرة، هتخلي الأسرة كلها تبقى سعيدة وفرحانة. وكمان احذري في شخص في العمل أو ممكن نقول من يعني جيرانك أو حد يكون أنت تعرفيه، الشخص ده بيحاول خداعك، فاحذري منه. كمان هيكون عندك بداية علاقة عاطفية حديثة العهد، سوف تقوى خلال هذه الأيام. وأيضا ينصحك الفلك كوني صبورة مع شريك حياتك أو مع حبيبك، وتفاهمي معه على كل شيء. الغيرة والشك والتفكير في الماضي ليس من صالحك، انسي الماضي واهتمي بالحاضر. اهتمي بالطرف الآخر لأنه بيحبك ويموت ويرجع لك، هو دائما في حاجة إلى عطفك وحنانك،
لأنه بيمر عاطفيا بمرحلة من القلق والاضطراب، ولكن في يدك إنك تستعيدي الأمور مرة ثانية إلى الحياة القوية، لأن الحب الحقيقي يتميز في التضحية وإنكار الذات. ابتعدي عن القيل والقال، انظري إلى الحياة بنظرة وردية، وإخلاعي القناع القاتم الذي يحجب النور عنك والحقيقة الواضحة. فهو يحبك، ولكنه متردد وخائف من الرفض في التقدم إليك. بالفعل كان في الماضي عايز يجعلك تحت سيطرته علشان يضمن وجودك في حياته، لكن الآن القدر هيجمعكم تاني، والعلاقة هيكون فيها حدث سريع وحدث جميل وحدث محب. فهو عايز يجعلك أحلى شيء في حياته، عايز يجيب لك العالم كله بين إيديك. وبالفعل استقبل الهدايا الكونية أنت وهو إذا تم التصالح، وهو بالفعل هينجح في الوصول إليك، ولكنه عايز فرصة جديدة، عايز يعيشك في القمر ويعتبرك أجمل شخص في الكون. هيبدأ الندم ويستعطفك لأنه عارف مدى حبه ليكي. امرأة برج القوس، بالفعل البعض من المنفصلين أو اللي زعلانين أو متخاصمين أو بينهم خلافات هيكون بالفعل بينهم معجزة القدر تجمعهم، والبعض الآخر من المنفصلين سيجد الحب الحديث، الحب الجديد الذي يغير شكل حياته بالكامل ويعوضه عن السنين الصعبة التي مر بها. بالنسبة للمتزوجين، حياتك الزوجية تحتاج إلى الدفء والحنان، فالأمور تسير بعناية الله، فلا تشغلي بالك وكوني مع الله. ولقاء سعيد قادم من بعيد يتحقق بعد صعوبة، واحذري الأصدقاء الذين يتدخلون في حياتك الأسرية، لأن هناك خلافات عائلية بسبب هؤلاء الأصدقاء، والبعض منكم عنده خلافات عائلية بسبب الميراث. فتصرفي بحكمة وكوني واقعية واتركي الخيال يا امرأة برج القوس. امرأة برج القوس، سوف تنالي علاوة أو مال يأتيك نتيجة جهد مبذول في العمل، وفي أيضا في نهاية هذه الفترة مناسبة سعيدة تحتفلي من أجلها، وسوف يلمع نجمك وهتكوني في طريق النجاح بإذن الله. أنا مش هطول عليكي، لكن لو عجبك الفيديو شرفيني بالاشتراك وفعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد. وأيضا امرأة برج القوس المشتركة ياريت تعمل لايك ومشاركة للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من محبيها امرأة برج القوس. وإلى اللقاء.